هي سر الخلطة اللي عملناها كمان للدجاج اللي عاينا عن نغنغة. اليوم الوصفة غير شكل، اليوم اختاركم بإذن الله من عنا ورح تقوموا تساووا هي الوصفة. مين ما بيعشق الفروج بالفرن خصوصا إذا بكيس حراري ومعمول بأحلى تتبيلة؟ يلا تابعوا الفيديو. وهلا أهم شيء لازم أعمل المنقوع الخلي والملح، يعني فيكم تحطوا خل وملح، فيكم تحطوا بس خل. أنا رح أستخدم خل وملح. بسم الله. هون معي فنجان من الخل، كمان بضيفه على المي تقريبا معلقة ونص ملح، بنزل فيها على المي. بسم الله وبقلب. المنقوع صار جاهز. هلا قبل ما نزل الدجاج فيه لازم فرغ الدجاج او جرحه مثل ما بنقول تجريح بسيط بهي الطريقة من عند الأفخاذ، شيء بسيط ما بنكتر. وكمان هون عند الجناح، وواحدة اللي عند الظهر. هيك صار جاهز، رح ننزله بالمنقوع. بسم الله. طبعا هذا منقوع ما له علاقة بالتتبيل، لينضف الدجاج وحتى يطرى شوي، خليه تقريبا ساعة زمن بعدين بنتبلها. هلا بدنا نتبل، وقبل ما نتبل بدي انصحكم نصيحة: لما تجوا تعملوا تتبيل الدجاج استخدموا خلاط، كل التتبيلة تتنغنغ مع بعضها بتاخذوا نتيجة أفضل. شو البهارات اللي حستخدمها؟ بدي الزنجبيل والكزبرة الناشفة والبابريكا وكمان الكاري والهيل الناعم والفلفل الأبيض، وما ننسى سر النفس. هذا عملناه مع بعض لكل الطبخات اللي حتلاقوه بالفيديوهات السابقة. وكمان لا تنسوا الخلطة اللي عملناها، الخلطة السحرية لكل أنواع الدجاج. هي سر الخلطة اللي عملناها كمان للدجاج اللي هي زنجبيل وثوم وأعشاب. لهيك هون ما حط ثوم، حط تقريبا معلقة. معي معلقة من دبس البندورة، معلقة من دبس الفليفلة، تقريبا معلقتين لبن زبادي، ربع معلقة بابريكا، ربع معلقة كزبرة، ربع معلقة هيل ناعم، ربع معلقة زنجبيل، فلفل أبيض كمان ربع معلقة. هلأ سر النفس اللي عملناه مع بعض إذا بتتذكروه بالفيديوهات السابقة، رح أستخدم شيء بسيط منه. طبعا هون بدي أعطيكم سر المستكة. هي مستكة طحنتها، رح أحط شيء بسيط منها. طبعا ده بيعطي طعم للفروج كتير طيب. وهون اختياري تقريبا معلقة من مرق الدجاج بودرة، سبق وعملناها كمان مع بعض. بنقلب هي المكونات مع بعضها. هلا بنضيف البهارات بالخلاط. موضوع الخلاط يا جماعة نصيحة اتبعوه، بتفرق معكم طعم الدجاج. هلا الملح حسب وزن الدجاج، يعني كل كيلو بده 11 جرام، يعني تقريبا نص معلقة. أنا هون عندي كيلو وربع تقريبا أو كيلو ونص الفروج، هعطيه تقريبا هيك، أعطيته معلقة وربع. هلا ضل علي من التوابل الأورجانو، أنا بحطه بعد الخلط حتى ما يمرر بالخلاط. هلا بدي تقريبا 4 معالق زيت زيتون، وتقريبا معلقة ونص من الخل الأبيض، شيء بسيط من المي كرمال الخلاط يدور. بسم الله. هون هلا بضيف تقريبا معلقة شاي أورجانو، بس ما بضرب الخلاط فيه لأنه بمرر. هلا على التتبيل. هلا حبايبي بدي استخدم خضار، أي نوع خضار بدكم إياه استخدموه بهي الوصفة. أنا رح أحط جزر، فليفلة ملونة، معي بطاطا بنصح انكم تكبروها عشان ما تستوي على الاخر وتنهرى. هون انا بدي اتبلهم بس شوية ملح لانه انا بالملح حسبت حساب الدجاج بس. اي نوع خضار بدكم اياه ما في اي مشكلة. هلا رشة ملح. وهلا طلعته من المنقوع. هلا وقت التتبيل.
بسم الله. بنزل فوقها بالتتبيلة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هلا بتبلها، بعدين بدخلها على الكيس الحراري، وكمان الخضار بتتبل معها. حاول تتبل من جوا. ما شاء الله. هون بدي اقول شغله، لما نجي نعمل بفرن البيت دجاج او فروج، لا تخلوا التتبيله ثقيله مشان ما يحترق بقلب الفرن، بيطلع شكله محروق. هلا بدي اجيب كيس حراري مشان نحط فيه المحروسه. هلا فينا نربطه او فينا نحطه هيك لجوا مثل اي فروج بنعمله بالفرن، بس انا هلا ما هعمل هيك. بسم الله. هلا بدي احط بصل، نحن بنقول له بصل قاورما، هذا بيكون صغير، وتوم سليم او توم حب كمان قلب الفروج. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدسم وهذا الشغل وهذا اللي عليه علامات. بسم الله. هلا مسحنا ايدينا مشان اعطيكم سر لهي الوصفه. زبده. هون انا حاستخدم معلقتين من الزبده. وظيفه الزبده تعطي طراوه للدجاج وطعمه، وبنفس الوقت بتساعد على تحمير الدجاج. هلا بقفله، طبعا بخليه براحته، ما طلع منه الهواء كثير حتى ما يفقع معي بالفرن. بقفله بالقفل المخصص تبعه. هي الطريقة كثير سهلة. هلا بدنا بيته أقل شيء 3 ساعات 4 ساعات، أنا حبيته ليلة كاملة. وهلا بعد ليلة من الانتظار، هون أنا حطيت ورق زبدة على الصينية لاحتمالية لزق الكيس على الصينية حسب الصواني اللي عندكم. رح أدخلها هلا على الفرن درجة حرارة 180. كنت مشغله فوق وتحت مسبقا، بعدين طفيت فوق وخليت تحت. بتاخذ من ساعة ساعة و10 دقائق، ساعة وربع، كل واحد حسب الفرن اللي عنده. وهلا على الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. دلع ريته ما حدا يتدلع غيرك. يعني معقول نعمل هالذهب وما نعمل محمرة؟ يا سلام. بسم الله. هلا بنحط دبس الفليفلة البيتوتي، حاطط فيه سماق وحاطط زيت زيتون. ما شاء الله. وهلا على التحميص شوية زيت زيتون. نقول بسم الله. وهي محمرة بدي اضيف عليها كريم الثوم، طلب خاص اجتنا. هلا نمكجه ونحط له خبزاته ومحمراته. بسم الله ما شاء الله. شوف 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 شوف. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. دايب 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 هاد. دغري هون بالمحمرة، خبزة محمرة مع كريم الثوم، وبنقول له بسم الله. نغم.